النهارده بقى الفيديو ده هيكون فيه ضيفة معايا، وهي روفان بنتي حبيبة قلبي، حتة من كبدي. هي عمالة تقول يا ماما صوريني يا ماما صوريني، قلت لها طب يلا يا قلبي بس كده. قلت لها خلاص، وكمان هعمل لها معاكم حمام كريم. وحمام الكريم ده بصراحة جميل يا بنات يعني، وبيفرد الشعر، وبالذات جميل اوي للشعر اللي زي روفان كيري. روفان شعرها زي ما انتوا عارفين كيري، هو مش كيري قوي بس هو برضو كيري كده في لفة، ما هو برضو من ضمن الشعر الكري، اما هو ناعم يعني الشعرية نفسها ناعمة. المهم بقى كده، وقلت لها يلا يا روفا يلا، وكانت بقى هدومها وسخة، وقلت ايه اعمل لها حمام الكريم عشان بعد كده ايه احميها. ادي دوت حمام الكريم اللي بستخدمه، وهي هنا عمالة ماسكة وعايزة هي اللي توريكم مش هني. قلت لها لا مش ينفع. وانا بقى كنت بسلم عليكم واقول لكم والله يا جماعه انا مش كنت عارفه اتكلم كلمتين على بعض بسببها، وكنت مصوره الفيديو بصوت انا وهي، وقلنا هنهزر طول الفيديو وكده. بس بعد كده لقيت روفان بهدلت الدنيا، وادي دوت اسم نوع الحمام الكريم، وريحته بقى ايه فظيعه فظيعه. ريحته جميله والله قوي يا بنات قوي، وفي نفس الوقت بيدي بقى رطوبه جامده جامده للشعر، وبالذات الشعر الكري. لا مشت لازم أنا اعمله كده في حمام الكريم، وبعد كده اعمله على شعر الروفان. يعني مش ينفع اخد من حمام الكريم من العلبة على شعر الروفان، عشان مش هينفع. وفي نفس الوقت يا بنات مش هيبقى الشعر يعني حمام الكريم مش هيبقى ماشي في الشعر كله، مش مغذي بذور الشعر وجذور الشعر وطرف الشعر، لا. اما الحركة ديت بتخلي الشعر وبذور الشعر ودماغ الفور اسمها دي فورة الرز، انا مش عارفة بتقول اسمها ايه، مش عارفة جاية معايا غلط ليه. الدماغ نفسها بتاعت الشعر حمام الكريم دي يوصل لها، يعني النتيجة دي جربوها ولقوا هتفرق. بس بقسم الشعر نصين اهو، ده النص اللي انا عملته، وده النص يا بنات اللي لسه مش عملته اهو. بدأت بقى اللي انا اعمل في النص التاني، يعني انا قسمت الشعر كده نصين، عملت نص اولاني وبعد كده النص التاني. وبصوا شايفين البنت ولا بتقول اي ولا حاجه؟ هو عامه اي تشبيكه اي حاجه بصراحه بيفكها بكل سهوله، وفي ثانيه الشعر بينعم. حمام الكريم ده استخدمه كم مره في الاسبوع؟ من مرتين لثلاث مرات. انا عامه والله عشان كسريه شويه اوقات بستخدمه مره واحده بس، او اوقات مرتين بس، يعني مش منتظمه قوي مرتين تلاتة، يعني هي اكتر حاجه بعملها مره. بس مرتين تلاتة في الاسبوع هيبقى احسن، يعني يومين تفوتيهم وتلات يوم تعملي، يومين تفوتيهم وتلات يوم تعملي. دي طبعا هيغذي شعر بنتك اكتر. لما طبعا الحمامات الكريم والتسريح والحاجات دي نهتم بيهم، طبعا الشعر بتلاقيه ما شاء الله طويل وبيتغذى معانا وكده. اهم حاجه تغذيه بس الراس، وبفضل اعمل كده في الاطراف ومن فوق لتحت. وخلاص بقى انا هنا خلصت، وهسيبها لمدة 3 دقايق ل5 دقايق، وبعد كده امسك فروة الراس، وابدأ اللي انا اعمل لها زي مساج كده، واني مغسلها من فوق لتحت. هو ما شاء الله شعرها بدا ناعم وجميل بسبب حمام الكريم، وبدا سايح ونايح. وانا قلت لها بقى راح اعين بقى الحاجات دي، بس اغسل طبعا المشط الاول عشان مشط روبة. وهنا كانت بتعمل لكم باي باي وادي بوسه كمان، والدنيا رايقه معاها. وهنا قالت لي يا ماما عايزه اتصور، قلت لها بس كده اهو. هنا بتقول لكم انا عملت حمام كريم اهو، شايفين بتشاور لكم على دماغها ليه يعني عملت حمام كريم. هنا بتقول لكم حطوا لايك، ولا مش عارفه ايه الصبع اللي هي عاملاه ده، بس هي على طول بتعمل بالصبع ده. هنا خلاص بقى حميتها وروقت عليها وشنت كده وخليتها بنت روشه، وغسلت لها شعرها. انا حميتها عامه يعني، مش غسلت لها شعرها بس، انا حميتها يعني اديتها شاور كده بالمره، عشان زي ما انتوا شايفين كان هدومها متبهدله خالص. وكمان الجو حر يعني الحمى بصراحه جميل. هنا كانوا متبقين معايا حبه زيت صغيرين خالص، وده نوع طبعا الزيت اللي بستخدمه اسمه زيت دابر املة اطفال، يبقى عليها صورة الاطفال. في نوعين من دابر املة، للكبار والاطفال، ده بتاع الاطفال هتلاقي عليه صورة أطفال، وبرضو الاتنين عليهم نفس الاسم، دي دابر أملة وده دابر أملة. برضو دابر أملة كان الأول مش كان جايب مع روفان قد كده، بس جيت بطلته ورجعت استخدمه تاني بصراحة، لا لقيته حلو معاها ويعني دلوقتي ماشي والدنيا ايه رايقة معاه. ولقيته يعني حلو في شعر الكري بالذات، بيخليه طري كده وحلو. ماني ايه يعني بقاله اكتر من شهرين كده عمالة استخدم فيه بصراحة حلو يعني معايا وكده وماشي امره.
اما الاول كنت استخدمته وبصراحة مش عجبني، وكنت عاملة فيديو عليه قلت لا وحش محدش يستخدمه، عشان انا بصراحة مش كنت حابة خالص. بس لما رجعت جربته تاني، لا لقيته حلو بصراحة ما شاء الله عليه. المهم اهو زي ما انتوا شايفين الشعر كان ما شاء الله، الفتلة بتاعت الشعر الناعمة، وطبعا من سبب الحمام الكريم وسبب اسمه دي يا رب الزيت. يعني الحاجة دي اصلا بتغذي فروة الراس وبتغذي فروة الشعر، وفي نفس الوقت بتخلي الشعر كده طري وملمسه كده جميل. وهو بصراحة كان ما شاء الله عليه كان طري حلو قوي. اهوت هنا بقى ابدأ ان انا المه كده محيط يتلم، عشان اعمله لها كعكة. وهتشوفوا الكعكة انا بعمل كعكة جميلة قوي يا بنات للاطفال الصغيرة، ان شاء الله هتعجبكم ان شاء الله. اهوت مش تنسونا بقى في كومنتاتكم الجميلة ديت ودعواتكم الحلوة بصراحة يعني لما بدخل كده في الكومنتات والاقي كومنتاتكم الجميلة بصراحة بتشجعوني جدا جدا. هنا يعتبر كده نبقى خلصت الرفان. ومش عارفة هنا في حاجة كانت جاية قدام المراية ولا ايه، في شبورة كده مش عارفة هو ايه اللي حصل، بس هي عامة ايه ده كله هيروح دلوقتي. وخلاص بقى كده يكون رفان خلصت، بس هحط لها التوكة التانية. عمالة ادور عليها، هي مضيعة التوك كلها ما بتخليش يعني التوكة في مكانها، مستحيل مستحيل بنتي طلع عينيا وانا بسرحلها، وبتطلع عينيا اكتر في المذاكرة. انا نفسي اعرف يعني اللي عندهم سن زي سنها كده لما بتيجي تذاكروا لهم بتعملوا ايه؟ ادوني نصايح نفخاني ساعة المذاكرة. يعني بتطلع عين لازم ارشيها عشان تذاكر. هي ما شاء الله مخها نضيف، بس لازم ارشيها عشان ايه تساعدني ان انا ايه تذاكر معايا وكده. خلاص بقى هنا قلت لها بقى روحي العبي، وكون بقى الصورة متبهدله شويه. قلت لا مش ينفع يعني انا هروق على بنتي واسيب شقتي، مش ينفع. قلت طب يلا يلا. قومت كده بقى روقت الحته، وانتوا زي ما شايفين الحته نظيفه، هي بس حاجات بسيطه كده ولمسات ايه خفيفه. مسكت بقى الركنيه وظبطتها، وبدات ان انا انفضها بقى بالمصليه وكده يمين شمال شمال يمين، عشان يعني اي حفار ولا اي حاجه تطلع. مش عارفه بتاوب ليه، حاسه ان انا عايزه انام والله تعبت عايزه انام. المهم بقى ايه، خلاص بقى خلصت وبدأت ان انا ارص المخدات الصغيره ديت الجميله. ودي كرس ابني قلت عينها عشان روفان بنتي فيها خصله، اول ما تلاقي كراسه بتمسكها، مش هقولك بقى بتعمل فيها ايه، بتفرتكها 100 حته والله، ما بتخليش حاجه في مكانها. هي هنا عماله رايحه جايه جايه رايحه. خلاص بقى مسكت المصلية ورجعت طبقتها تاني كده. هبدأ بقى ارص الناحية التانية المخدات، وخلاص كده تبقى الدنيا نطفت معايا. وقدين والله يا بنات يعني الواحد يبقى نفسيته مرتاحة جدا لما يبقى شقته نظيفة وكل حاجة في مكانها وكل حاجة مترتبة. أنا بحب النظافة موت موت، وبحب الترتيب، بحب كل حاجة بتبقى مترتبة. يعني مش نظافة من غير ترتيب، لا انا بحب النظافة مع ترتيب، يعني تبقى كل حاجة هنا بترتيب. في الوقت ده بقى روفان قالت لي يا ماما راح عايزه اعمل حمام ميه. وماما قالت حمام ده وسبتها مش هتقدر تمسك نفسها، ما انا خدتها وجريت على الحمام طوالي، دخلتها الحمام وكده، وبعد كده رجعت عشان بس ايه مش تبهدل نفسيها وكده. اهوت كده اهوت وخلاص كده بقى خلصت الركنيه بتاعتي الجميله. ودي هدوم روفان، ودي ورق، ودي السله، وراح افضيها. طبعا نفسي اجيب باسكت زباله والله يا بنات للغطا ده، نفسي فيه اموت واجيبه، نفسي اجيبه اصلا ان شاء الله هجيبه برضو، مش هسكت لما اجيبه. انا بتحدى نفسي اللي انا هجيبه، يعني هجيبه ان شاء الله ابقى نجيبه، بس ممكن يعني اجيبه على العيد، يعني تفريع عيد فاهمين انتوا. طبعا زي ما انتوا عارفين يعني اي عيد بنشتري مشتريات جديده، ماني ممكن اجيبه على عيد. لو اصلا الباسكت ده اتدمر، يعني اتدمر حرفيا، هو دي من ايام فرحي يبقى له 9 سنين اهوت. بالتالي كده كتر الف 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 خيره، مش رحمين ولا العيال رحمين والله يا بنات. ما انا ان شاء الله ناوي اجيب واحد، بس هجيبه بغطا. انا على ايام فرحي مش كان في البساطك الصغيره ام غطا، كله كان مكشوف زي كده. اما بعد فرحي يجيب سنه ولا سنه ونص طلع بقى الحاجات الجميله ام غطا دي. بس انا عندي البساقط الكبيره لها غطي، يعني البساقط الكبيره لها غطي، اما البساقط الصغيره اللي زي ديت لا مش ليها.
هنا بقى مسكت الصولة وكنستها، وبصراحة حسيت ان هي مش مستاهلة ان انا اشغل المكنسة واتعب نفسي اللي هي كانت نظيفة. مسكتها بقى بالمقشة وكنستها وخلاص. مش لازم يعني نطلع المكنسة ونعرف كل احنا عندنا مكنسة، مش لازم. خلينا نعيش عيشة ايه جوازنا. المهم كده روقنا الحتة ونطفت والدنيا تمام من غير مكنسة. هي المكنسة بصراحة حلوة وكده، بس لما تبقى الدنيا متبهدلة جامد. اما انا شلت كانت نظيفة من الاول. خلاص كده انا خلصت، وانا بقى بوريكم الصولة ومنظر الصولة. وخلاص كده يا جماعة، كده انا خلصت الصولة، والسيراميك كان منور ومش محتاج مسيح ولا الكلام ده. هنا بقى الأوضة دي كانت متنطورة ومتبهدلة. مسكتها بقى، فتحت الشبابيك وروقتها وخليتها بقى بالمنظر الجميل ده. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. يلا. زي ما احنا عارفين شغل الشقة ما بيبطلش، ولا من العيال ولا من مذاكرة العيال ولا من الحتة نفسها. الشغل مش بيبطل، مهما نروح ومهما نيجي الشغل قاعد لنا في رقبتنا. انا قسما بالله يا بنات، بعد ما غسلت معاكم كوم المواعين دوت، جهزت لغدا. انا كان عندي غدا يعني، كان من البارح وكده، كان عندي رز وشوربه، وقلت عملت سلطه وكده. سخنت الاكل وعملت جنبه بس يعني ايه سلطه وخلاص. لقيت الحوض دوت اتملى مواعين قد ده مرتين تلاتة، منين ما اعرفش. بعد ما غسلت معاكم المواعين دي، يعني المواعين صدمة عمري، يعني يا دوبك اغسل المواعين الاقي مواعين. علاني من عادتي العطور في ايدي في المطبخ، يعني ايدي في الحوض. مش بحب يعني ايه الحوض بتاعي يبقى فيه مكركب مواعين ومكركب حاجات كتير. بصراحة بتضايق يعني، بحس مش مطبخ، بحسه زريبة لما بدخل عليه كده والاقي المطبخ كلهته مواعين والدنيا مش مترتبة. انا بحسها زريبة. لا بصراحة الدين بقى لما باجي ادخل مطبخي والاقي بقى كل حاجة مترتبة، والله يا بنات ببقى عايزة اعمل كوباية نسكافيه، كوباية لبن، حاجات حلوة كده. اعمل اي حاجة اكلها حلوة. ماما مطبخي نضيف، ماما لو مطبخي وسخ وتعبانة وكده ابص عليه والف في ظهري واجري، نفسي بتتصدق. كل مجوعة رايحة ناحية المطبخ ابص عليه الف وشه ونفسي تتصدق. بصراحة النظافة حلوة طبعا، احنا كلنا الحمد لله نضاف جميع المصريين. بس لما بنيجي وقت كده اوقات والله يا بنات يعني بيبقى الواحد نفسه اصلا مسدودة يشيل كوباية من جنبه، يعني كوباية الشاي او كوباية المية. الواحد بيبقى اصلا نفسه مسدودة كده، اللي يروق ويعمل. لا الواحد زهق. وهنا بقى كنت بدخل برضو روفان برضو الحمام تاني، مش تقولي ليه. يعني بقى طبعا استحمت وكده ما الجسم بيبرد، ما كل شويه ايه بتبقى عايزه حميه. انا شايله همها في الشتاء، والله يا جماعه شايله همها في الشتاء. هتقرفني كل شويه رايحه جايه على الحمام. ما انا في الشتاء قد ما بقدر بحاول ان ايه موكلهاش فاكهه فيها ميه قد ما بقدر، عشان طبعا ولا بشربها عصير ولا الكلام ده خالص ولا سقع في الشتاء بالذات. عشان ايه مش كل شويه ايه حمام حمام حمام. اللي هي تقدر برضو ايه تسيطر على نفسها، هي ما شاء الله ربنا يحميها. هي يعني ما شاء الله من هي وصغيره بتقول حمام، من قبل سنه كمان وهي بتبدأ تقول حمام. ما شاء الله ربنا يبارك لي فيها يا رب ويحميها لي. ما هي ما شاء الله بتعرف تمسك نفسها. ما انا عشان اخليها تمسك نفسها اكتر بقى اكتر حاجه في الشتاء بحاول ان انا ابعتها، يعني ايه ابعدها، ابعد الحاجات المسكره، بعد اسف الحاجات اللي بتبقى فيها ميه عشان ما تخشش الحمام كتير. انا اتنفخت اتنحيت علمتها ازاي يعني تقول حمام وكده. فبصراحة يعني كل واحدة يعني تبقى معودة بنتها في سن صغير زي كده، بصراحة يعني لا ادعوا لها ادعوا لها. بتتعب عملت مجهود جامد جامد. انا كنت بيطلع عيني حرفيا. انا كنت بقوم من النوم واقعدها على القصرية وافضل قاعدة كده جنبها ما تعمل الحمام بتاعها وتقوم. لا هارية هارية هارية. طب مش بتلبسها بامبرز ليه؟ انا ما بحبش حكايه البامبرز دي. احس الناس يعني اسفه في الكلمه اللي بيفضلوا ملبسين عيالهم بامبرز محاية سنتين دولت. لا دي شغل عفانه والله يا بنات. لا البامبرز من قبل سنه بتبداي ان انت تقلعيها، وتبداي ان انت تعوديها على القصريه، وتبداي ان انت تلغي البامبرز دي. يعني محاية ايه تتعود وتبقى تمام معاكي. تبدا ايه بقى اللي انت ايه وانت ماشيه في حته تلبسها بامبرز. اما طول ما انت قاعده في الشقه لا، كل ساعه بتعرضيها على القصريه، كل ساعه بتعرضيها. طب قبل سنه ما بتش بتتكلم،
طب ازاي انا اصلا اعودها؟ بصي يا بنات، ان شاء الله اللي حابب اللي يعرف كل حاجة عن الموضوع ده يكتب لي تحت، وانا اعمل لكم فيديو مخصوص اللي هو ايه، بده شرح كتير. ما طبعا مش هيكفي الفيديو دوت. اللي عاجبه اللي هو ازاي يعود بنته من 4 شهور تقول حمام، يكتب لي تحت، وانا هبدأ ان انا اعرفكم من 4 شهور تعملوا ايه عشان بنتكم تتعود تقول حمام وكده. ماشي، بس يبقى الفيديو يعني ايه متخصص شوية غير ده. وخلاص بقى انا يعتبر انا كنت خلصت وبشطب الدنيا. ودي بقى كبريت الكولمن وكده، غسلتها برضو صنبنتها من مطرح ايه الفطار وكده، عشان احنا كنا دي مواعين فطار. ما طبعا بنفطر نتغدى نتعشى، كبريت الستانلس دي على طول بصبنها. طبعا انا بشرب، جوزي بيشرب، عيالي بنشرب. دي مكان ده بصراحة لازم تتغسل يعني في اليوم 3 مرات 4 مرات. بس انا بغسلها 3 مرات مع مواعين يعني ايه الفطار، مواعين الغدا، مواعين العشاء كده. وخلاص بقى الحوض كده اني شطبته. وبصراحة بتفرق الدنيا لما بتبقى نضيفة. شفتوا فرق بص المطبخ. لا دي كده يفتح نفس بذمك كده. ودخلتوا مطبخكوا لقيتوا بالمنظر ده، يبقى نفسكوا في ايه؟ كوباية قهوة ولا كوباية كابتشينو؟